غادي يبدا الفيلم بواحد لابس لبسه ديال ليرجونس، دخل للسبيطار بلاصه ليرجونس ومشى خدا واحد لامبيلونس ركب فيها وزاد. وغنشوفوا واحد اخر كيتقدم المحل ديال مواد البناء وكيخلص وكيعطي سميت الشركه اللي خدام معاها، وغنعرفوا راه خدا مواد متفجره. وفي نفس الوقت غنشوفوا واحد اخر اللي هو فينسنت في دارو مع مرته كيوجد يمشي للخدمه وهز الفردي ديالو يعني بوليسي. والبنت اللي غير بنت مرته ماشي بنته مبرزطه حيت غتشوف باها الحقيقي، وغتبان لينا انها كتعاني من اهمال امها واخا كتحاول تبردها. شويه غيبان لينا واحد حتى هو يلاه فايق وغيتلاقى مع مول الرموك ديال البني وغيسولو واش ديما كتخدموا مع بعضياتكم. غيقول لي اسكت واحد شويه سليك اللي هي معيوره ديال الحباسه بحال قلتي ليها النزق. شويه غيبان لينا مول لومبيلونس كيتواصل مع وحدين اخرين فين وصلوا، جاوبوا واحد داكشي في الوقت راه قربوا صافي وجدوا راسهم. وهنا غيبانوا لينا داروا ماسكات وديمار الرموك. لومبيلونس دا الطريق على الترونسبور ديال الفلوس، وهنا غنفهموا انها عمليه براكاج وغيخرج الرموك في الفارغو ديال الفلوس. وغنسمعوا الستاف عيط يعتقوهم. العصابه شدوا الحساب ديال 3 دقائق وبدات العمليه. فرقعوا الباب ودخلوا، خرجوا ستاف اللي كان صايق وحاضي باش ما يموتوش وبداو كيقشقشوا في داكشي، ولكن غنشوفوهم كيقلبوا في الوراق ماشي في الفلوس. وفي نفس الوقت واحد دار باراج بالسلسله اللي فيها المسامر، وواحد نوض لهم الصداع مع سيكوريتي حيت كيخنزر فيه داير فيها مقلع. ولكن اللي معاه قال لي شوف راه الدم في ودنيه ما كيسمع والو صاحبي. اخيرا لقى داكشي اللي كيقلبوا عليه وخاص يمشيو، ولكن خربقهم للشعر قتل واحد. هنا الزعيم كا عليه ونعرفوا انه هو اللي كان صايق لومبيلونس في الاول. البوليس وصلوا ولكن تفرقوا عليهم بنوات ما قدروش يلحقوا عليهم، والعصابه فرقوا لومبيلونس وهربوا. وبالليل الزعيم غياخد الفلوس والباقي بعد 3 ايام وسلم الدوسي. غيقول لي عرفتي ديال من الدوسي؟ راه ديال شركه الاسهم فان زانت. قال لي راه عندهم لاسيرونس وغياخدوا الفلوس اللي مشات لهم كامله. وغيبان لينا واخا هكاك بقى فيه الحال على القتيله اللي طرات وغيمشي. هنا وصل البوليسي اللي شفناه في الصباح وغنكتشفوا انه اليوتنون ديال المحققين وكيشرحوا ليه شنو طرا. وقال لهم صافي قسم السرقات هو اللي غيتكلف بالقضيه. المحقق اللي معاه شرح ليه انه كاين واحد الشاهد تخبى ولكن راه سمع كلشي، وسمع واحد عيط لصاحبه سليك وعاود شرح ليه انه ما داوش الفلوس ولكن داو سندات بقيمه 6.1 مليون دولار وخلاو الفلوس الكاش. غيقول لي يعني كانوا عارفين الوقت بالضبط قبل ما يوصل البوليس ياك، وداك اثر انفجار كيبين انهم محترفين. خاصنا دابا نقلبوا على بحال هاد السرقات اللي طراو من قبل ونشوفوا واش كاين شي تشابه. في هاد الوقت العصابه في الريستورون جالسين كياكلوا وكيتسناو الزعيم وشدوا بلايصهم. وصل الزعيم وكاع على المرعود اللي قتل ليه السيكوريتي وهو اللي اضطرهم يقتلوا كلشي. غيخرجوا زعما باش ياخذوا كل واحد حقه من الفلوس، ولكن غيبدا يبندخ في داك المرعود وغيبغي يصفي عليه. ولكن غيتسنى حتى دوز واحد التوريه ديال البوليس دار يقتلوا لقاه هرب وغيبداو يقلبوا عليه ما غيلقاوهش. الزعيم رجع لدارو وكل واحد رجع لحياته. نكتشفوا ان خبير المتفجرات كتمرض مرته ديما كتشكل فلوس قليله وهو كيريسكي بحياته. مرضاته بدا يغوت عليه راه خصنا نخرجوا على الاقل شويه، ولكن خرج راسو في الاخر. وفي هذا الوقت الكوميسير فينسنت كيعطيوه الرابور بالتليفون. حتى هو من رجع للدار قبت البنت ما جاش وعرف انها مقلقه وساد عليها. حتى هو المراه لامتو قالت ليه ملي كتقاد العلاقه كدا تخبر. غيشرح لها راه خدمته هكا دايره. المهم هذاك المرض ديال العيالات. الزعيم غيبان لينا في واحد المكتبه ودازت من حدا واحد ختنا، وفي الريستورون كيتعشى بالصدفه غادا تجلس حداه وغادا تسولو على شنو شريتي من المكتبه. تبرمج ولكن جاوبها قال لها كتاب على المعادن وغيقمعها، ولكن غتشرح ليه راه خدامه في المكتبه داكشي على سولاتو. غيحس براسو فرشه وغيمد يديه. سميتي نيل كنعتذر. غتجاوبو سميتي انا وخدامه ديزاينر وفي نفس الوقت كنخدم في المكتبه، وقالت لي انها جديده تما وانها يلاه جات عام هادي من نيويورك. سولاتو فين ساكن قال لها انا ساكن هنا الفوق في الوطيل. المهم داروا بلان طلعوا يدوزوا الوقت تعرفوا ويشربوا شي كويسات. بدا يعاود لها على واحد الجزيره في فيجي وانه شي نهار باغي يمشي لها. المهم السيده بانت لينا طاحت فيه. والصباح الكوميسير يبان لينا مشى لواحد البلاصه بحال الكريان. غيدخل وكيغوت البرت والبرت غيبان لينا غير الحديد الناضي، ونعرفوا ان خونا البرت كيعاود البيع في الحديد المشفور. الكوميسير قال ليه انا خدام معاك وانت ما خدمتيش معايا البارح. بدا يحلف ليه والله ما فراسي شي حاجه البارح، والله تعاطيها غير الزهو النشاط. الكوميسير غوت عليه وتعطينا شنو عندك. الاخر بدا يحلف وقال ليه والله تا خويا في الليل غادي يقول لك شنو كاين. الكوميسير قال ليه واخا ولكن نشوفك انت مع خوك في الليل. وهنا غيكون الزعيم مع واحد مقعد كيشرح ليه على شي بلان ديال الفلوس. قال ليه الفلوس كتدخل للبنكه نهار الخميس باش صحاب الجمعيه يتخلصوا في الاخر ديال السيمانه. ومني سولوا على السيستم دالارم شرح ليه راه كاينين 3 وها كيفاش غادي تهاكيهم. هنا نعرفوا انهم كيدويو على واحد البراكاج. ومني سولوا شحال كاينه في لافير قال لي شي 12 مليون دولار. هنا غيبان لينا داك العقل المدبر عيط لداك خونا مول السندات باغي لكم على ديال الفلوس
ولكن هذاك مول السندات بان لينا كيبلاني يغدر بهم. هنا نرجعوا للزعيم اللي جالس مع داك خونا المقعد، سولو كيفاش عرفتي هادشي؟ قال ليه انا راه مهندس ديال الانفورماتيك، كنشم هادشي في الهوا وكنخول ليهم السينيال ديال الكومونيكاسيون ديالهم. في الاخر ديال هاد اللقاء العقل المدبر عطى للزعيم الرقم ديال خونا مول السندات باش ياخذ فلوسه. ومن رجع الزعيم للدار غيبان ليه صاحبو خبير المتفجرات مغط ليه في الارض. غيسولو شنو طاري، غيقول ليه راه غير المرا بغات تخلى عليا، ولكن اصاحبي راه خاصك تشري شي فراش. قال لي خلينا في المهم، علاش بغات تخلى عليك؟ قال لي غير حيت ما كنصورش فلوس بزاف والريسك طالع. هو يسولو نيل واش عندها شي علاقه مع شي واحد حيت انت راك عندك العلاقات. قال لي لا لا صاحبي انا متاكد ما عندهاش. وهنا نيل فكروا انه خدمتهم ما كتبغيش الارتباطات حيت في اي وقت خصهم يهربوا. ولكن كريس كيموت عليها حيت عنده معاه وليد. هو يقول لي راه عندنا واحد الخدمه في بنكه باش يرتاح. في هذا الوقت غادي نشوفوا واحد خونا سميتو دوم بريدان كيقلب على خدمه في ريستو صغيره. باترون قبلو عرفو محابسي، قال لي غسل الطواليطات وخوي معاك داك الزبل وما ديرش اللي نقول ليك، غادي نروبورتيك لصحاب الحبس ترجع ليه. وغنرجعوا للزعيم اللي عيط لداك فانزانت مول السندات، دار معاه فين غياخد الفلوس ديالو. في نفس الوقت غادي نكتشفوا ان الزعيم كان مراقب مرات كريس اللي بانت ليه راه خرج من عندها واحد خاينه. شافت هي وهو يهجم عليها وقال لها شكون داك خونا. المهم غادا بدات تشكى عليه وداك الشيء غادي يعطيها اتفاق. عطى لكريس فرصه وإلا ما صدقاتش انا نكري لك برطمه وغنضمن لك تحافظ على ولدك، ولكن خصك تعطي فرصه. وفي الليل الكوميسير مشى يتلاقى مع داك البرت وخوه، غيبدا يتمرضن عليه قبل ما يقول ليه المعلومات. ولكن خونا ضعقو، غيعاود ليه على واحد خاينه كان مشدود معاه، كان كيبلاني لشي شفره. ولكن الكوميسير قال ليه هاد الهضره ما منها والو وناض بغى يمشي في حالته. هو يسمع ديك السليك وغيرجع يسولو على الكلمه اللي هي مصطلح عادي ما بين الحباسه، ويقول لي عاود لي اكثر على داك خونا اللي قلتي. قال لي سميتو مايكل تشيريتو. المهم كوميسير فينسنت رجع طلب رابور على هاد الخاينه هذا وبان ليه الدوسي ديالو خاتر شبعان وسخ. طلب يديروه روشيرشي ويراقبوه الى بان. الغد ليه في واحد القنت خاوي غيبان لينا الزعيم نيل تلاقى مع واحد مسخرو داك مول السندات باش يعطيه الفلوس ديالو. بغاو يغدروه ولكن تا هو كان متصل مع كريس اللي كان حاضي ليه العك. ترونات ولكن غيصفيوها ليهم بزز وغيعيط ليه. غيقول ليه شوف نسى الفلوس، انا راه دابا كنهضر مع واحد راه ميت. خلعوه هدو انه صافي غيصفيها ليه. وفي الليل غيبانوا لينا العصابه دايرين واحد العشاء عائلي والامور بخير وعلى خير. الزعيم بوحدو اللي بان لينا سيليباتير ولكن غادي ينوض يعيط لديك مولات المكتبه يرنضف معاها. غير هما خرجوا من الريستورا غيبان لينا الكوميسير كان مراقبهم كاملين، ولكن ما عرفش شكون هو داك الزعيم حيت ما بانش ليه في وجهه. ومن بعد غيبان لينا داك المرعود اللي هرب ليهم راه عايش ومدوز الحياه مع واحد الهريبه، ولكن غيبان لينا قتلها مني بغات تمشي، عزيز عليه القتيله. المهم غادي يمشي يقلب على شي بريكول اخر غيعطيه البارمان واحد النمره. في نفس الوقت غيبان لينا الكوميسير كان محتفل مع المدام والمحققين اللي معاه. غتا يوصل واحد الميساج راه شي جريمه وقعت. مشى ديك الساعه ويعرف انها واحد القاصر حتى هي تقتلات بحال وحدينات اخرين. كتقولي المحققه راه ملي قلبنا لقينا السائل المنوي ديال نفس الشخص، هذا غالبا شي قاتل متسلسل. وتبان لينا ام الضحيه باغا تشوف بنتها ولكن الكوميسير غيكالميها بزز. من رجع عند مرتو لقاها كتسناه في الريستو، طلب منه يتشارك معاها المعلومات ديالو واخا داكشي خايب وخدمته هكا، ولكن باش تكمل العلاقه مزيان. غيوضح لها راه خاصني منين نرجع نكون عادي ماشي نبدا نعاود لك على الجرائم، وخاصني نحافظ على داك الغضب في الداخل ديالي باش نخرجوه في المجرمين ونبقى حاضر وماضي في الخدمه. تقول لي شي انت ما عايش معايا، انت عايش مع الموتى، انت ملتزم بحاجه وحده في حياتك هي تقلب على الفريسه اللي هي المجرم وتصيدها. في هذا الوقت واحد اخر تا هو كيعاني، داك اللي شفناه في الصباح خدام في الصناك كتحاول تصبر صاحبته غابي ما يلقى شي حاجه جديده وما يرجعش للحبس. قال لها لا راه هاني انا نصبر على اي حاجه، ولكن انت علاش صابره عليا؟ كتقول لي حيت انا فخوره بك وبغيت ندير معاك وليدات. المهم غادي نرجعوا للزعيم حتى هو مع مولات المكتبه، غتعاود ليه على التجربه ديالها وانه خاوكاك ما كتعرفش دير العلاقات. قال لها ولكن انت درتي معايا علاقه، ويطلب منها تسافر مع نيوزيلندا. وهي تسولو امتى، قال لها نتلاقاو تما، غادي نمشيو مفرقين، عندي فلوس كافيه ندير لك تما واحد الاستوديو خدمي فيه راسك. وهي تشك فيه كما مزوج وهي دايره عاشقه ديالو. قال لها اخر حاجه نفكر فيها انا هي الزواج، اللي بحالي ما كيتزوجوش حتى يلقى شي وحده بحالك. والصباح الكوميسير تلاقى مع بنت مرته، قالت لي راه بغيت نبقى معاك واحد شويه. ما فهم والو ولكن هز معاه وزاد. وفي الليل غيبان لينا واحد الطاكسي دخل لواحد البلاصه ديال الديبوات، والكوميسير مع الصوات يتسناو ومبرزطين شنو غادي يطرا. شويه وصلات واحد الفارغو فيها جوج من العصابه، طلعوا البوطو ديال الضو ديزاكتيفاو الالارم وحلوا الباب ديال الديبو ديال شركه المعادن. دخل الزعيم وكريس والبوليس مازال كيراقبوا. شويه خرج الزعيم يحضر العك وتدرج في واحد البلاصه مظلمه. كريس خدام كيحفر في واحد الخزنه، ولكن واحد البوليسي منين جا يجلس دار الصداع. الزعيم هو يحس
ويدخل عند كريس قال لي دابا غادي نخرجوا في حالنا. خرجوا ما هازين والو، البوليس ما قدر يدير والو حيت باغيهم يحصلوا متلبسين هازين معاهم شي حاجه، وفي الاخر غيخليهم يمشيو. الصباح الكوميسير فينسنت خرج كاعي من الفان ديال المراقبه وغيبان لينا الزعيم نيل كيسول في كريس كيفاش هادو عاقوا بينا. كريس قال لي يقدروا يكونوا مراقبين البلاصه ماشي بالضروره مراقبيننا حنا، وما يتفكروا داك خونا اللي ما عطاهمش الفلوس داك مول السندات، وغيتفقوا انه ماشي الوقت ديال داكشي، خاصهم بعدا يضربوا ديك البنكه ويتفرقوا. وقال ليه دابا خاص كل واحد يمشي لبلاصه، ما ترجعوش لديوركم راه باينه مراقبيننا، ولكن قبل خاصنا كل شيء يبين لينا واش موافق ولا لا. ولكن كل شيء عطى الموافقه غير مايكل اللي تردد شويه ويقول لي الزعيم نيل انت عندك وليدات وجامع فلوس، كون كنت بلاصتك انا ما نوافقش. ولكن مايكل قال لي لا انا معاك الزعيم في كل شيء. في الوقت اللي الكوميسير فينسنت غنشوفوه دخل على واحد خاينه هو اللي كان مع مرات كريس وبدا يهدد فيه بالتعاملات المشبوهه وهدوا بعلاقات حميميه. قال لي كتخون فيها مرتك، وبطبيعه الحال شرح ليه قال لي راه فهمتك علاش طحتي فيها، تا هو راه كيموت على المهم. قال لي شوف غادي تعاوننا نشدو راجلها وصحابو. في الجهه الاخرى الزعيم كيبان لينا كيبلاني مع كريس ومايكل شي عمليه في ديبو ديال الكونتونيرات، والبوليس كيتصانطوا عليهم. شويه غيبانوا لينا البوليس كيحاولوا يخططوا كيفاش غادي يحصلهم في ديك البلاصه، ولكن الكوميسير فينسنت تبرزط ما فهمش واش من يخونوا البلاتينيوم للكونتونيرات. شويه قال لهم عرفتوا شنو كانوا كيخططوا، كلشي تبرزط قال لهم راه كانوا كيخططوا لينا حنايا، حصلونا ولاد الحرام. وفعلا الزعيم نيل كان كيصور فيهم من الفوق بالواحد. والكوميسير فينسنت بدا يضحك ويتبوزا عارف راسو راه مع باقي راه هادو. وفي الليل مشى الزعيم عند العقل المدبر كيسولو على البلانات ديال البنكه، وقال لي راني لقيت لك سميت الكوميسير اللي مراقبكم وراه مراقبكم كاملين، وراه واحد البوليسي خطير، وعطاه الوراق ديال التاريخ ديالو من نهار دخل البوليس. وقال لي راه مطلق 2 مرات وراه كيفرغ فيكم الضغط ديال حياته كامله. وداك اللي عطاني المعلومات قال لي راك عاجبو نتايا بزاف بالدهاء ديالك، ولكن دير بالك راه مراتو الحاليه ضاغط عليه بزاف غادي يخرجها فيك، وحاول تفكر مزيان قبل ما دير هاد العمليه ديال البنك. ولكن نيل باغي يضرب الضربه الاخرى. في هاد الوقت رجع الكوميسير للدار، لقى مرتو ما مسالياش كتزوق، سولها فين خارجين ولكن فهم ان هي اللي خارجه غير بوحدها، وهاد المرض بطبيعه الحال بغا يخرجوا غير في الخدمه. مشى تابع شي طوموبيل مراقبه من الهليكوبتر، نزل وركب في واحد الطوموبيل داكشي ديال العوريه باش يتبع الطوموبيل مباشره. المهم وصل على الطوموبيل وشعل الضو ووقفها. الطوموبيل فيها نيل زعيم العصابه. وقفوا قال ليه شبالك نديرو شي قهوه. نيل قال ليه مرحبا، وغادي يدور واحد الحوار ما بين زعيم العصابه نيل والكوميسير فينسنت. سولو على ديك 7 سنين ديال الحبس ويامات انفرادي وداكشي، ويجابو نيل ياك ما بغيت تولي شي عالم في العقوبات الحبسيه. قال لي لا راه غير تقدر ترجع للحبس داكشي علاش. نيل قال لي واش بنت لك كنكريسي في البيران واشم على صدري بورن تولوز. قال لي لا، ويقول لي هو راه عمرني رجعت معاه غاكون هاني. قال لي الكوميسير ايوا بلا ما تكمل ديك العمليه ديال السطو. قال لي نيل انا كندير خدمتي في السطو وانت دير خدمتك شدني. ويقول لي فينسنت واش ما بغيتش تعيش شي حياه عاديه؟ ضحك عليه نيل قال لي حياه عاديه بحال ديالك؟ لا ماشي بحال حياتي، انا حياتي مخربقه، عندي واحد بنت مرتي مكتئبه حيت باها واحد ولد الكلبه، ومراتي ما كنشوفهاش والوقت كامل تابع الناس بحالك كنشد فيهم. نيل قال لي واحد السيد علمني ما عمرك ترتبط بشي واحد اللي ما تقدرش تخليه وتهرب في 30 ثانيه، غتبقى تابعني غادي تضيع غا مرتك، حتى انا راه عندي مرا. هو يسولو فينسنت فاش كتقول لها خدام؟ قال لي نيل كنقول لها كنبيع وكنشري، يعني نهار غادي تحصل غادي تخليها في 30 ثانيه ياك؟ قال لي وياه راه هذا هو الانضباط، اما هكا ولا ما عندي ما ندير. قال لي فينسنت ايوا رانا ما عندي حتى خدمه نديرها من غير هادي. جاوبو نيل قال لي حتى انا ما عندي حتى خدمه اخرى. فينسنت قال لي عندي واحد الحلمه كتعاود بزاف، كنحلم بكاع دوك الضحايا اللي شفت مجموعين في واحد الطابله كيشوفوا فيا ومنفوخين حيت لقيتهم من ورا ما ماتوا. سولو نيل شنو كيقولوا لك؟ قال لي والو غير كيشوفوا فيا وصافي. ويقول لي نيل حتى انا كنشوف واحد الحلمه كنحلم براسي غارق وكنوض مخلوع على نموت في الناس. سولو فينسنت شنو معنيتها؟ قال لي معناها ان عندي الوقت ندير كاع داكشي اللي باغي ندير. ويقول لي فينسنت حنا دابا جالسين عاديين فاس، ولكن نهار غنلقى راسي خاصني نشدك ما غاديش يعجبني الحال، غير هو الا خاص نختار بينك وبين شي واحد اللي غادي تيتم ليه ولادو راه ما غاديش نعقل عليك. نيل قال لي كاين وجه اخر لهاد الصوره هادي، ماشي شي الا بغيتي تشدني ولقيت راسي خاصني نقتلك انا راه ما غاديش نتردد ولو ثانيه واحده. قال لي الكوميسير يقدر هادشي اللي يطرا ولا ما تعرف، ولكن نيل قال ليه ولا ما عمرنا نقدروا نتلاقاو كاع. سال الحوار ورجع الكوميسير ولكن لقى كل شيء كاعي. يقولوا ليه راه قولبونا راه كلهم حطوا اجهزه التنصت في شي بلايص ودرونا بها. قال لهم راه يلا كنت معاه كنشرب معاه قهوه. قالوا لي ولكن راه من وراها دخل المطار وتم ممنوع على هليكوبتر الطير وفقدنا الاثار ديالو، ومن ورا هادشي غادي نشوفوا كريس خدام كيحفر من التحت في واحد الباركينغ، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا داك خونا المرعود
غيتلاقى مع مول السندات وغيقترح عليه يعاونو ضد في الزعيم، وقال ليه راه سميتي وينغرو. الغد ليه في الصباح الزعيم كيفطر مع كريس ومايكل في داك السناكنيت اللي خدام فيه داك خونا اللي مزير وهداك الباترون. شويه عيط لهم داك صاحبهم الرابع، قال لهم راه البوليس حاضيني وما نقدرش نجي، غيحصل فيها كلشي. قال لي الزعيم صافي غير وضرهم نتايا. والزعيم هنا غادي طيح عليه واحد الفكره جهنميه. مشى عندك خونا كيقلي البيض على قلبه، قال لي دابا تجاوبني ولا لا، خاصني واحد اللي يسوق بيا. شاف ديك الميزيريه اللي هو فيها وقال لي مشات. ورا 5 دقائق لاح الباترون وزاد. وهنا بدات الخدمه ديال بصح. دخل الزعيم للبنكه، شويه دخل كريس، سكاناو كلشي بعينيهم مزيان. مايكل تا هو دخل وبدات الفراجه. كل واحد تكلف ببوليسي من دوك اللي حاضين وخداو السوارت. بداو يغوتو ما بغينا ناديو حتى واحد، جينا ناخدو فلوس البنكه ماشي فلوسكم، نتوما عندكم لاسورونس غادي يوصلكم كلشي. ودخل كريس الخزنه وبدا يجمع الفلوس، خرجوا 2 سيكان. ولكن في ذاك الوقت في البيرو ديال البوليس دخل واحد خاينه، قال لهم راه واحد شاف صاحبكم في شي بنكه. مشاو كيجريو للبنكه. غيخرج مايكل بحال ما طاري والو من البنكه. وصل الطوموبيل، حل البيبان بربعه وجلس وفرح. ولكن البوليس وصلوا وبانوا ليهم وغيتسناهم حتى يتجمعوا كاملين في الطوموبيل. نيل وكريس خرجوا ورادي البال مزيان. مع ركب نيل كريس بانوا ليه ويدا يتيري، ركب بالزربه وبدات المشابكه. غربلوا الدنيا قرطاس، ضربوا ليهم الرويضه تضرب اللي صايق مات. وقفوا وخرجوا باش يهربوا من الطوموبيل. كريس غطى عليهم باش يهربوا وبقاو كيتبادلوا التغطيه وكيحاولوا يفوتوا البوليس. ومايكل كان هرب من جهه اخرى، ولكن كريس غادي تجي فيه قرطاسه. نيل مشى يشوفوا باش يعتقوا وغيحاول يهزوا باش يهربوا. وهنا الكوميسير غادي يتبعهم يجري، ولكن نيل قدر يدخل واحد الطوموبيل ودخل مع كريس وغادي يهرب. ولكن مايكل اللي بقى كيجري وغادي يتعكل طاح. غتبان ليه واحد الدريه غادي يهزها باش يكالي بها على راسو، ولكن غير مع دار جابها ليه الكوميسير في راسو وصافي القضيه حماضت. بدات كتبان حتى في التلفازه كلشي عرف. ولكن داز واحد شويه يبان لينا نيل مع كريس قدر يوصلوا لواحد العياده باش يداويه. القرطاسه ما جاتوش في بلاصه قتلو، جاتو تحت العنق ولكن هرسات ليه الكتف. نيل دور مع الطبيب وخدا ليه حوايجو ومشى عند كريس باش يوصيه، وقال لي شكون غادي يديه يخبيه. وغيبان لينا كريس كاعي، قال لي شكون غيكون عطا بينا. غيقول لي نيل شكون اللي ما جاش غيكون غير طريخو هو اللي كان غادي يسوق بينا. نيل خلى كريس مغط ومشى في حاله. وفي الوقت اللي كريس مسكين كيفكر في مرتو غادا تبان لينا هي مع صاحبها داك اللي خدم مع البوليس. المهم وصل الليل غيمشي نيل عند داك طريخو للدار، غيلقاه مغط ومجندخ مزيان. غيسولو علاش درتيها صاحبي، قال لي شدوا لي انا داكشي علاش. هو يسولو شكون شدالك، قال ليه وينغرو. ويسولو واش كان بوحدو، جاوبو بالزز لا راه خدام مع مول داك السندات فانسنت. سولو واش عطيتهم انت كيفاش غادي نهربوا، قال لي لا ما عقلتش. من بغى يمشي نيل قال لي طريخو ما تخلينيش هكا، مات لي انا وغدرت بكم ما عندي ما نبقى ندير. نيل عطا رصاصة الرحمة وخلاه وزاد. شوية غيبان لينا نيل عيط على العقل المدبر وعرف أن كريس معاه وعطاه عنوان ديال واحد وقال لي الزعيم بغيت وينغرو، اتفقنا وخاصنا خطة جديدة ديال الهروب. وفي نفس الوقت غيبان لينا الكوميسير مشى هجم على واحد البرطمة فيها داك البرادروا ديال مول السندات. غيغوت عليه انت اللي عطيتي بيهم للبوليس كيفاش عرفتي. وغيبان لينا نيل تا هو مشى لواحد الفيلا، هي الفيلا ديال فانزانت مول السندات، وهو يسولو على وينغرو. مع قال لي ما عرفتش صيفطو مع السلامه تمتم. وفي الجهه الاخرى غتبان لينا مرات كريس مشات مع داك صاحبها وغتلاقى مع البوليس، باغيين يحصلوا كريس الا جا عندها للدار حيت باينه غيبغي يهرب ولدو. وهنا بدا يشرح لها هذاك البوليسي علاش خاصها تخون كريس وضغط عليها بولدها حيت هو خصو يتعتق ما يبقاش في هاد الحياه، والا ما عاوناتهمش غادا تدخل هي الحبس وولدها غيديوه لدار الايتام. وهو يعيط الكوميسير قال لي صافي راه مستعده تعطي به. ولكن الكوميسير قال لي راه وينغرو اللي عطا بهم، وراه داك مول السندات فانزانت راه تقتل. يعني نيل غادي يبدا يقلب دابا على وينغرو، وراه هاد وينغرو كاين في واحد الوطيل دابا، سيروا تما تسناوه. وغيبان لينا نيل مشى عند مولات المكتبه اللي حتى هي تصدمات انه هو اللي شفر ديك البنكه وغادا تخرج تهرب منه، ولكن تبعها وقال لها ما تخافيش كلشي غيكون مزيان غير ثقي فيا. وعطاها سوارت وفلوس ووراها فين تمشي. وفينسنت الكوميسير وصل في الصباح لدارو، ولكن لقى مرتو مع واحد صاحبها كاع عليه وحاول يبرد وقال لي تقدر دير كلشي مع مرتي وترتاح، ولكن ممنوع تفرج ليا في التلفازه ديالي، زعما راه التلفازه مهمه اكثر منك العاهره. مراتو بدات كتقول لي راه درت هادشي غير باش نتفارقوا، ولكن الكوميسير مشى في حالو ليولي داير شي كارثه. في الجهه الاخرى غادي يبان لينا نيل خدمنا عند العقل المدبر باسبورات جداد، وغيقول ليه الطياره غادا تهبط 5 دقائق وغادا تطلع، خاصك تكون تما في الوقت. نيل ويسولو قال لي فين هو كريس، قال لي راه مشى بوحدو. واخا نيل ما فهم والو ولكن خاصو تا هو يمشي. وغيبان لينا كيحاول يصفي الخواطر مع مولات المكتبه وغيقول ليها الا بغيتي تمشي
غير سيري، ولكن خصك تعرفي أنه ما عندي فين نمشي إلا كنت غير بوحدي بلا بيك. المهم صدق الزعيم حتى في الحب صافي ارتبط معاه وغتبقى معاه. وراه هادشي غيبان لينا الكوميسير فينسنت وصلوا الخبار كريس جاي عند مرتو وولدو وقالوا ليها تبان ليه من الشرجم، غيتسناو ويشوفوا شنو غادي يدير. مشى الطل كريس وصل ومحسن شعرو، شافها ودارت ليه واحد الاشاره عاق القضيه حامضه. صافي دار براسو غير دايز من تما وعوج الطريق، وهي رجعت قالت لهم راه ماشي هو، ولكن واخا هكاك غيقولوا للبوليس يوقفوه. البوليس يحقد عليها ولكن قالوا ليه راه ماشي هو، لاكارت فيها سميه اخرى. ارتاحت مرتو واخا خائنه ما غرقاتش في الخيانه. كريس شد الطريق وبدا يبكي، وغيبان لينا فينسنت سول لوطيل واش وصل عندكم نيل، قالوا لي لا راه مازال ما كاين والو. واخا هكاك الحدس ديالو مهناش، حس بلا كاين شي قالب تماه وقال للبريكاد كامله عرفتوا شنو نيل راه زاد في حاله. بون فواياج مادافاكر. كنتي معلم. وركب في طوموبيلتو حدا التلفيزه، المراه لا عصابه شافت حتى هي ويلو ديك التلفازه وزاد في حاله. هو يوصل لوطيل فين سكن من بعد داك الصداع مع ديك خيتنا، شم شويه الهواء وبر ديك الهزيمه مع العظام ديالو. ولكن ما بغى يدخل الطواليت، لقى بنت مرتو منتحره في البينوار، غيهزها يشوف واش كاين ما يتعتق، وقال من كتقواد في خط راسها. ولكن قلب ولقاها باقا حيه، داها ليرجونس وتما لقى مهاره وصلات سبقاتو. جلس شويه داز الوقت وما يقولوا ليه راه حالتها استقرات. الخائنه عاد بقى فيها الحال وسرحات معها، واخا فينسنت بان لينا ما حاملاش حيت باينه هي السبب، هي وداك بوات البنت. في هذا الوقت غادي يبان لينا نيل مع ايدي مولات المكتبه شاد الطريق وعيط ليه العقل المدبر، قال لي راه الطياره قريبه. ولكن زاد قال لي راه لقيت لك خونا، وعطاه لوطيل فين كاين وقال لي انت دابا حر. وفعلا نيل كمل الطريق على اساس انه صافي ولا حر اخيرا، ولكن وحابس الدموع ضرب الدوره وقال لايدي خاصني نقضي واحد الغرض ضروري. وصل لوطيل وخلاها مديماريا الطوموبيل، دخل وعيط دار براسو السيرفيس ونسى الرقم ديال الشومبر ديال خونا 17 35. لبس اللبسه ديال السيرفيس وطلع. بانوا ليه البوليس راه حاضين تمايا، ولكن كمل وطلع ليه ورك على الالارم ديال العافيه. وفي نفس الوقت بان لينا الكوميسير وصلوا الميساج، ومع ديك الخاينه باغا تصلح العلاقه وهو كيقول لها لا انا ما نليقش لك، ماشي داكشي اللي نتيا باغا. وهو بغى يبقى يتسنى البنت ولكن قالت لي صافي غير سير انا راه معاها. هنا غيبان لينا الزعيم غادي في الكولوار، دق الباب وخونا هز الفردي ديالو ومشى يشوف شكون. مع غيحل غيلقى الباب تطبع عليه في وجهه. بندخو مزيان وقال لي شوف فيا. مع شاف ملاك الموت. المهم وصلوا للبومبيه وايدي تخلعات، وغيبان لينا نيل حصلوا البوليسي ولكن غادي يبندخو غادي ينزل. في هذا الوقت فينسنت الكوميسير غادي يمشي لتما بالهليكوبتر، ومع وصل بانت ليه الروينه ولكن قشع ايدي في الطوموبيل. ومع نيل غيوصل عندها حتى هو شافو جاي. نيل غيضطر يمشي ويخليها وغيتفكر ديك 30 ثانيه، والكوميسير جرا غيتبعو ولكن غبر. نيل هرب للمطار. فينسنت تابعو كيجري، بدا يتيري من بعيد باش ما يهربش ليه، ولكن نيل غادي يهرب. ومع بغى فينسنت يجبد معاه الاخر لقى السلاح خوا تبعو، ولكن نيل مخبي وسط بزاف ديال لي بوست ديال الريزو. ومع دازت واحد الطياره المدرج شعل. نيل حس براسو تفرش بالضو والو، مازال بجوج، واحد مخبي والاخر كيقلب عليه بشويه. عاود تاني غادي يشعل الضو ولكن هاد المره على الكوميسير. ومع نيل غيخرج باش يتيري فيه بان الظل ديالو ودار الكوميسير وتيرا فيه. ومشى الكوميسير حداه قال لي نيل قلت لك راه ما غاديش ترجع للحبس ياك. وغيمد يدو يسلم عليه، احترام متبادل بين رجل عصابات عبقري وشرطي عبقري. وكان هذا تلخيص اعظم فيلم سرقه من بطوله روبرت دينيرو والباتشينو. وكنتمنى التلخيص يكون عجبكم، واللي بغى شي تلخيص يخلي لي سميت الفيلم في الكومونتيرات، ونتلاقاو ان شاء الله في تلخيص اخر.